هدايا اليوم. نعم. الله يسعدك سيدي علي. ربي يحفظك. انت اكبر هديه بالنسبه لنا. الله يحفظك. وجودك اكبر مكسب بالنسبه لي. شوف هذا من عند عمي علي. شكرا عمي علي. قلت هاي. انا قبل ما نعطي الكادو ولا سمحت جست نشكروا اللي جابوا لنا الكاطو هذوك. لا قول شعر بعد انت. لا ما عندوش مشاكل. ما عندي حتى حاجه. نشكروا نارينا سويت ليديا فاضل اللي تخدم في الكاس وزرواطي والالجيروس تاع الغرب هذه وهرن ايادين هذه سامحني. هذا نبداو بهذا اللي تاع الزواج تاع حسام تعال بعثه له تاع عكاشه. عكاشه بعث له اياه بس عشان المايك. خلاص هو راح يجيك. هو راح يجيك. هذا يا بعثه لك. هذا انسان عكاشه مواطن جزائري تعرفه. انا عارفه بس بمناسبه محبه يعني اتصور. لا هو قال لي وقيل لك راح تستبيت زواج. راح تتزوج. الزواج دار له حاجه تاع الله يا حسام. بمناسبه زواج حسام جاته هديه من رجل جزائري اسمه عكاشه طرشنا التمر ذاك اليوم التمر الجزائري. كاين هذه ليك لي انا عماه. هذا هذا برنوس. كل واحد فيكم قدم خط. برنوس بمعنى الكلمه. بارك الله جزائري. هدايا نعم. هدايا نهديه لك لان اليوم عيد تاع الوطن القطري. الله. وهذو كاع من عندي ومن عند الشعب الجزائري كاع. هذا الشعب الجزائري على راسي والله. شكرا كثير شكرا. يعني تقريبا البشت مش بشت خشبي زي ما البشت. هكذا الله هكذا. يا سلام. برنوسه والله شرفتوني فيه. هذا روعه هذا والله. البسها فوق راسي كذا ولا هكذا كذا؟ قول لي خلنا علمني كيف البسها. هكذا يا هذه كي يكون البرد اللي فوق راسي صح؟ نعم. هذا برد كي يكون البرد يكون لكن بدونها كي يسوي كذا صح؟ هكذا يطر بها غير هذا. قلت لك هذا يا سهل يا ابو جاسم جاء في وقته. هذا وحده وزيد. شكرا الشعب الجزائري. شكرا الجزائريين. اليوم كما نقولوا حنايا عندنا زوج اعياد. نعم. لان هذا تاع عيد الوطني القطري. بارك الله فيك. واليوم 18 ديسمبر فرحة تاعنا اللي دينا ثلاثي وكاس افريقيا الاولى في الجزائر. فيفا الجزائر. يا حبيبي يا حبيبي. والله خالد طلعت هذا هداه لك. بعد هذا عكاشه. انا بعثوا لي انا ما نعرفوش السيد مازال ما شفتوش كاش داير. هو يعرفك وقت بعد في التليفون. هذا له مواقف طيبه مع منتخبنا الوطني عكاشه. بارك الله فيك. شكرا. شكرا سيدي علي. بالنسبه لي ترى انا اكلمك ترى انا من الناس اللي افتخرت ان انت شفت اما الواحد يقول لك انا عندي CV ان انا لعبت في المنتخب الفلاني واشتغلت في المكان الفلاني. انتم كلكم حقيقه انا فخور فيكم. ولكن لان كبيرنا سيدي علي يعني من الشخصيات المرموقه واسطوره من اساطير افريقيا واسيا عندي انا كوطن عربي. حقيقه نفتخر فيك والله. وانا ودي يرجع فيني الزمن واكون يكون عمري كبير وعندي نفوذ عشان اعطيك جائزه افضل لاعب في افريقيا. لا ما تعطينيش. لا كل حاجه وقتها كل واحد في وقته. شباب يعني انا اللي نشكركم مع الدعوه اللي درتوا لي وجيت انا عرفت الرجال هنايا الحمد لله. وعرفت وشنو هي القطر لان جامي جيت لهنايا الحمد لله. شفت بلاد في القمه بلاد في المستوى. التنظيم كما قاعد يتكلموا عليه رائع. الامان هذا هو اللي دهشني والنظافه. الحمد لله. ان شاء الله تعودوا تزيدوا تنظموا هذا الكاس العربي يعودوا يديروه في عامين او في 3 سنين لان راكم تجيبوا زياده الكره العربيه ومام تتزعزعوا شويه الافارقه باش يسيوا يعملوا كما راكم تعملوا. شكرا لكم شباب. انا اشكركم واحد على جيتكم هذه البطوله. وكنت سعيد حقيقه في تواجدكم معاي. وكنتم خير من يمثل كل واحد فيكم يمثل وطنه في مجلس قناه الكاس كما جماهيركم الكبيره والعريقه والجميله بصراحه.
احنا وصلنا وياكم الى نهايه البطوله. فؤاد قاعد يأشر لي يقول لي الحلوى الاردنيه صح؟ بس اعطوني اسمه حرام اساس انا ما اعرفه. ها؟ ايمن العيادي. العياد ايمن العياد. شكرا. عيان العيان اسف ايمن العيان. شكرا على البغلاوه والحلويات الاردنيه اللي جاتنا اليوم. بس الله يخليك ايوه نرفع بس هذه هاي نموذج من اللي جانا اليوم من ايمن العيان عن النشامه. وترى صدقني يعني احنا ما ننتظر، احنا خلصنا اللي داخل. شكرا الف 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 شكر. احنا عشنا معاكم من 1 إلى 18 ديسمبر. إذا كان هناك نجاح لهذه البطولة فهو راح ينسب إلى الجماهير العربية اللي احضرت من كل حدب وصوب. اليوم نقول وصلنا إلى نهاية البطولة اللي راح يتغنى بها التاريخ. بطولة تنظمت وانصاغت تفاصيلها بريشة فنان فيها ألوان من الحب والحرص والإتقان، كلها للناس اللي نحبهم ويحبون، كلها لكم أنتم. حق من؟ حق الجماهير الكبيرة الغفيرة، جماهير الشعوب العربية والخليجية، الجماهير اللي التقوا هني في الدوحة، وكل واحد جاي بلهجة عربية جميلة، كل واحد جاي يحمل الحب والعشق لوطنه، ولكنه التقى بمواطنين عرب آخرين يعشقون وينتمون لدول أخرى، ولكن ما كان في بغض ولا في كره، بل كان بيننا محبة. نختلف في حبنا في ميولنا، لكن ما اختلفنا في هذه البطولة في جرح أو مشكلة أو ما شبه ذلك. الشعوب العربية تجمعوا كلهم في مناطقنا في قطر، شفناهم في سوق واقف، شفناهم مع بعض خليط بين المنتخبات في المدرجات، شفناهم في كتارة، شفتهم في ميناء الدوحة القديم كيف كانوا ملتفين حول الشاشة، وهذا يشجع وطنه وذاك يشجع منتخبه، ومع ذلك ما شفنا أي اختلاف بينهم. الدليل أن احنا العرب شعوب متحابة، الدليل أن احنا نحب بعض، الدليل أني أنا أحب بلادك وأنت تحب بلادي، الدليل أن احنا نحب أن احنا نلتقي مع بعض، الدليل أن كل واحد فينا شايل علمه وفي نفس الوقت يلبسه للثاني، الدليل الإعلام اللي تخالطت في مدرجاتنا. كانت أيام جميلة، أيام حلوة، عشنا فيها أيام شجعنا فيها بعض، هذا يشجع هذا وهذا يشجع ذاك. كان يعني اسمحوا لي أقول لكم أن كأس العرب كانت هدية للجمهور العربي، ولكن أنتوا خليتوها هدية لنا إحنا. ليش خليتوها هدية لنا إحنا؟ لأن أنتوا اللي صنعتوا اللحظات، أنتوا صنعتوا النجاح، أنتوا صنعتوا روعة هذه البطولة. لما كنا ننتقل من ملعب إلى ملعب ونشوف الطفل، السيدة، الرجل، الكبير، الصغير، وملتمين مع بعض، والتنافس بيننا على الكاميرات، وهذا يحيي هذا وهذا يتكلم مع هذا وهذا يعزم هذا. هذه هو الأساس من هذه البطولة، اللي أساسا إن إحنا نبي نجتمع كعرب. بطولة العرب لكل العرب، بطولة العرب مستمدة من قوتها، من حضوركم، من تشجيعكم، من مؤازرتكم. كم من جماهير عربية قطعت آلاف الأميال من أجل أنهم يتواجدون عندنا هنا في الدوحة لملاقاة جماهير أخرى عربية، وكم من آلاف المشجعين اللي جوني من دول خليجية شقيقة وتواجدوا عندي في الدوحة هنا في قطر. التقينا الجمهور الإماراتي بالسعودي، الكويتي، بالعماني، بالمغربي، بالتونسي، بجزر القمر، بالجزائري، بالمصري، التقينا كدول محبة. شفت التونسي وهو فرحان مع، شفت الدحة أو الديحة الأردنية، شفت العرضة، شفت الدبكة، شفت الرقصة، شفت كل شيء ننتمي له وينتمي لنا. شفت الموروث، شفت لبسنا العربي، كل واحد من شعوبنا جاء بلبسه بموروثه، بأكله،
بحلوياته، بأشياء قد لا نعرفها سابقا، ولكن هنا في كأس العرب التقينا فيها. يمكن صحيح هناك من عمل واجتهد من أجل أن يقيم هذه البطولة، لكن الفعل لا. الفعل أنتم يا جمهور العرب، الفعل أنتم يا العرب، يا الجماهير الكبيرة، يا الجماهير الغفيرة، يا الجماهير العاشقة. الواحد شو يقول اليوم؟ يقول ليش البطولة خلصت؟ ليش هالجماهير راح تختفي في لقائها مع بعض؟ لذلك احنا دائما نقول عسى الله يجمعنا دائما على طاعته، ويجمعنا دائما على المحبة، ويجمعنا دائما وابدا احنا نلتقي. اذا كانت هذه البطولة، يعني اذا قلنا هذه البطولة عبارة عن جسد، فخلوني اسمحوا لي اقول لكم ان انتم روح هذه البطولة، انتم ملامحها، انتم كل الاماكن فيها وكل الذكريات الجميلة فيها، انتم قصة هذه البطولة، انتم اساسها، انتم الاساس لهذه البطولة الجميلة. شكرا لكل من جانا وحضر عندنا، وإن شاء الله بنلتقي بإذن الله تعالى. شكرا، على خير. هكذا كانت أطوار قرعة كأس العالم 2026 التي ستكون في أمريكا والمكسيك بالإضافة إلى كندا. المنتخب الجزائري جاء في مجموعة يعني خلينا نقول متوازنة. نعرف أن بطل العالم هو سيكون منافس الخضر الأول، أو خلينا نقول في أولى مباريات الخضر في المونديال سيكون ضد السعودية. مباراة طبعا صعبة جدا لما نقولوا لي، أنا نعرف أنه الأرجنتين بطل ل3 دورات متتالية، بطل كأس العالم بالإضافة إلى كوبا مرتين. أيضا منتخب الجزائر جاء في مجموعة بالإضافة إلى المجموعة أو بالإضافة إلى الأرجنتين. هناك منتخب الأردن. منتخب الأردن منتخب صعب جدا، شفناه وصل لنهائي بطولة كأس آسيا الأخيرة في مواجهة قطر وخسر النهائي طبعا، بالإضافة إلى أنه لعب تصفيات صعبة جدا وتأهل يعني بجدارة واستحقاق. أيضا بالإضافة أيضا إلى منتخب النمسا. نعرف منتخب النمسا منتخب أوروبي عنيد جدا، في بعض اللاعبين مشهورين مثل سابيتزل وغيرهم، لكن منتخب مثل ما تعرفون أنه منتخب صعب جدا مثل ما قلنا لكم. لكن الأغلب والأكثر أنه يمكن الجزائر تتأهل من المجموعة، يمكن حتى ثانية إذا ما كانت الأولى. طبعا على الأغلب الأرجنتين يمكن راح تصعد بنسبة كبيرة هي الأولى. لا، أنا أستبعد أن تصير فيه مفاجآت في هذه المجموعة. مثل ما قلت لكم الأرجنتين منتخب صعب جدا، حامل اللقب، لم يخسر أظن في آخر السنوات. بالإضافة أيضا مثل ما قلت لكم ستبقى البطاقة الثانية في يعني في مواجهة بين منتخبات ثلاثة، ألا وهي السعودية أو الجزائر والأردن، بالإضافة أيضا إلى منتخب النمسا. المنتخب يعني مثل ما قلت لكم اللي حتى هو عنده فرصة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري في بطولة كأس العالم، وإن شاء الله نتأهل من هذه المجموعة.